نفس الوقت اللي انظار العالم كله متجهه نحو امريكا لمتابعه كاس العالم، امريكا بتخدع كل العالم وبتدمر في غزه ولبنان وبتنفرد بايران. اللي حصل في اخر 3 ايام ما بين امريكا وايران واللي ما يتسمى ولبنان كان يعتبر اكبر تصعيد من بدايه وقف اطلاق النار حتى الان. البدايه كانت بعد اتهامات امريكيه لايران بالتورط في هجمات استهدفت قوات ومصالح امريكيه قرب مضيق هرمز، عشان ترد الولايات المتحده بضربات استهدفت مواقع ورادارات ودفاعات جويه داخل ايران. لكن الرد الايراني كان سريع وقوي. الحرس الثوري الايراني اعلن بعد كده اطلاق صواريخ باليستيه وطائرات مسيره باتجاه اهداف وقواعد عسكريه امريكيه في البحرين والكويت والاردن. بيأكدوا ان الهجمات دي جاءت ردا مباشرا على الضربات الامريكيه الاخيره. وفي الوقت نفسه تم رفع حاله تاهب القسوه في عده دول بالمنطقه، وانطلاق صفارات الانذار واعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات في الخليج للاسف من الايرانيين. اما على الجبهه الاسرائيليه اللبنانيه، اسرائيل ضربت عدد من الغارات على مواقع مرتبطه بحزب الله في بيروت وجنوب لبنان، وطبعا فيهم اللي مش مرتبط عادي، وده ادى الى سقوط قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين طبعا من اخواتنا اللبنانيين. عشان تعلن ايران بعدها اطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل باعتبارها ردا على الضربات بتاعت لبنان. ولحد دلوقتي التوتر لم يتوقف بعد، لان ايران وجهت تحذيرات شديده اللهجه للولايات المتحده واسرائيل، مؤكدين ان اي تصعيد جديد هيقابله رد اكبر. وبالرغم من كده استمرت التحركات العسكريه المكثفه في الخليج ومحيط مضيق هرمز، وامريكا مستمره وبتضرب مواقع داخل ايران، وايران بترد باستهداف قواعد ومصالح امريكيه في الخليج، واسرائيل بتهاجم لبنان وايران بترد عليها. والمنطقه كلها دلوقتي حرفيا واقفه على حافه تصعيد اكبر قد يغير شكل الاحداث خلال الايام المقبله، واللي المفروض هيتلعب فيها كاس العالم في امريكا. وفي نفس اليوم اللي كان فيه افتتاح لكاس العالم كان فيه افتتاح للحرب من جديد بيحصل في ايران لمواقع عسكريه وبنيه تحتيه اقتصاديه، واللي اتوصف باكبر ضربه تلقتها ايران من الحرب اللي فاتت حتى الان. وفي نفس الوقت برضه كان بيحصل كده في غزه ولبنان، صواريخ ملهاش عدد ومن كل الانواع كانت بتمطر على اخواتنا في غزه، وطبعا نتج عن كده قتلى وجرحى من المدنيين، من الاطفال والنساء والرجال. وبعد ده كله بقى ترامب طلع بتصريح بيقول فيه انه هيوقف الضربات وخلاص هيوصل لحل، والكلام ده كان يوم الجمعه بعد الصلاه تقريبا. ممكن جدا يكون خدع عادي زي اللي قبلها، وغزه ولبنان مش من ضمن الوقف ده اكيد، وده شرط اسرائيل على ابو حنان، ويمكن دول سبب بوظان الهدنه كل مره. كاس العالم امريكا بتلهي به العالم كله عن جرائمها في الشرق الاوسط. كاس العالم دلوقتي في ايد بلد بتستحل دم العالم كله وعلى عين العالم كله، ومحدش قادر يعترض. فتفتكروا الحرب دي هتنتهي على ايه؟ سيب لنا رايك في الكومنتات وصلى على النبي. نفس الوقت اللي انظار العالم كله متجهه نحو امريكا لمتابعه كاس العالم، امريكا بتخدع كل العالم وبتدمر في غزه ولبنان وبتنفرد بايران. اللي حصل في اخر 3 ايام ما بين امريكا وايران واللي ما يتسمى ولبنان كان يعتبر اكبر تصعيد من بدايه وقف اطلاق النار حتى الان. البدايه كانت بعد اتهامات امريكيه